خلاص. النهارده ان شاء الله مع حضراتكم طريقه عجينه الشريك اهي. عامل الشريك بطريقه سوبر هش وعامل ازاي يا جماعه؟ الشريك طبعا من عجينه البيتزا. شايفين عامل ازاي من جوه اهو. بسم الله ما شاء الله اهو، زي ما انتم شايفين اهو، محشي طبعا، حاشينه جبنه اهو. حضراتكم شايفين شكله كده، بسم الله ما شاء الله، حاجه يعني كده تفتح النفس، هش وقطن زي ما انتم شايفينه كده. هنعمله ان شاء الله مع بعض بطريقه سهله وبسيطه جدا. شايفين الجمال بتاعه عامل ازاي في شكل الصينيه. هنعمله معاكم ان شاء الله بطريقه سهله وبسيطه وبطريقه جديده خالص ان شاء الله ما شفتهاش قبل كده. يلا نروح مع بعض للفيديو، يلا نبدا باذن الله. العجينه دي يا جماعه هنعمل لكم منها شكلين عشان اعرفكم ان عجينه البيتزا وعجينه المعجنات ممكن يطلع منها اشكال كتير. ممكن نعمل منها بيتزا واعمل لكم منها شريك بالجبنه كده، حاجه ان شاء الله خفيفه كده تكون طريه ومحترمه كده زي بتاع المخابز وبتاع المحلات الكبيره. ان شاء الله هنشوفها مع بعض باذن الله. العجينه قدامكم اهي. هبدا ان انا اسيبها تخمر. العجينه دي انا هقسمها اتنين، هعمل منها شريك وهعمل منها بيتزا. ان شاء الله ممكن نقسمهم على فيديوهين هنعرفكم ازاي ان العجينه ممكن يتعمل منها كذا شكل وبنفس الطريقه زي ما حضراتكم شايفين اهو. قسمناها اتنين اهو. هنعمل دي شريك وهنعمل دي بيتزا باذن الله. دي ممكن نقسمها على بيتزايتين ان شاء الله. مبروك هنعملها ازاي باذن الله. هنبدا ده عجينه الشريك يا جماعه، ده هنعملها شريك. هنحطها في البوله بتاعتنا زي كده تخمر، وهنغطيها بمنديل بلاستيك زي كده. طبعا يا جماعه دي عجينه الشريك دلوقتي بعد ما خمرت اهي ما شاء الله، يعني خمرها الجو طبعا حر حضراتكم شايفين اهي. سيبناها لما خمرت خدناها حوالي من نص ساعه اهي. هنبدا ان احنا بس نحط لها رشه دقيق كده عشان ما تلزقش اهي. وهنبدا ان احنا ننزل بقى على الرخامه عشان نبدا نشتغل فيها. هنعمل معاكم احنا عملنا الشريك طبعا قبل كده، وان شاء الله باذن الله هنعمله معاكم تاني بطريقه سهله وبشكل تاني يعجبكم باذن الله. رشه دقيق خفيفه. هنزل بالعجينه بتاعتنا زي ما حضراتكم شايفين. طبعا العجينه دي يا جماعه اللي عملنا منها البيتزا، بس عشان نقول لكم ان عجينه واحده بتاعت المعجنات البيتزا او كده تعمل اصناف كتير جدا. ممكن نعمل بها معجنات وممكن نعمل بها عيش فينو وممكن نعمل بها حاجات كتير جدا يعني. ادي العجينه اهيت بعد ما هبطناها ممكن نقطعها على كام قطعه اهو. ده واحد، ده اتنين. هنبدا ان احنا نكورهم. بنشتغل معاكم بطريقه سهله جدا وبسيطه. طبعا دول 6 قطع يا جماعه، رشه دقيق خفيفه زي كده. هنسيبهم بس بالظبط 5 دقايق اهو، 5 دقايق وهنبدا نشتغل فيها على طول. طبعا حضراتكم شايفين كده العجين خمر اهوت، خدنا حوالي ربع ساعه. هنبدا ان احنا نفرد العجين بتاعنا. رشه دقيق زي ما حضراتكم شايفين خفيفه كده اهو. هبدا ان انا كده فوق اهو. هبدا ان انا اخده بالطول كده زي ما حضراتكم شايفين اهو. هبدا ان انا اجي عند نص العجينه كده يا جماعه من النص، وهبدا ان انا اعمل شرايح رفيعه زي ما حضراتكم شايفين كده اهو للاخر كده. زي ما حضراتكم شايفين نص العجينه عملتها شرايح زي كده اهو. وهبدا ان انا حضراتكم بعد ما شرحت العجينه هبدا ان انا معايا بيضه. البيضه دي يا جماعه فيها على 3 4 معالق ميه زي كده. هبدا بس ان انا امشي ادهن وش العجين زي ما حضراتكم شايفين كده. الحكمه من ان انا وش العجينه يا جماعه عشان لما الفه يمسك في بعضه ما يسيبش مع الخميره، يبقى كتله واحده ما تبقاش شبه الجبنه. اي نوع جبنه معايا مع طماطميه صغيره مقطعها قطع صغيره خالص مع فلفل برضه، واي نوعيه انتوا عايزين تحطوها يعني مش شرط. اي اللي انتوا عايزين تحطوا بقى الحشو شوكولاته حلو مالح. انا حطيت جبنه المره دي اهو. هبدا ان انا مع حضراتكم شايفين اهو حطيت جبنه. وممكن ان انا احط برضه جبنه موزاريلا عليها برضه، حاجه برضه بتاعت مطه حلوه كده طالعه من الفرن اهو. دي جبنه موزاريلا يا جماعه الحمد.
احسن نوعيه جبنه في السوق هي الحمد، زي ما حضراتكم شايفين اهو. وهبدا ان انا الف العجينه بتاعتي اهو، زي ما حضراتكم شايفين اهو. احط بس العجينه كده عليها، وهبدا اجيب الطرفين دول، الم الطرفين اللي جوه كده عشان نقفل على الجبنه خالص اهو. وهبدا ان انا الف زي ما حضراتكم شايفين كده اهو. هنبدا الف العجينه بتاعتي، طبعا احنا عشان دهنين بيض اهو كده يا جماعه. ده كده شكل مدهونه نقطه الزيت يا جماعه اهي. هبدا ان انا اشيل الشريك بتاعي وابدا احط زي ما حضراتكم شايفين كده اه. طبعا بسيب مساحه للخميره طبعا، وهبدا ان انا اعمل بقيه العجين بتاعي. عجين ده كده شكل الشريك بتاعي اهو. هبدا احطه في الصاج بتاعنا، تبقى عليها بخبطها صار. طبعا حضراتكم زي ما كده خلاص الشريك بتاعنا خلاص اهو. هبدا ان انا باقي الصفار البيض اللي معايا اهو، هبدا ان انا ادهن وشه زي ما حضراتكم شايفين اهو. طبعا كده الشريك بتاعنا بعد ما دهناه بيض يا جماعه، هنبدا نسيبه بس حوالي يخمر نص ساعه كده ولا حاجه، بحيث انه يبقى قطني وهش باذن الله. طبعا حضراتكم ده الشريك بعد ما خمر عمل ازاي. ان شاء الله هندخله على درجه حراره من 220 اعلى درجه حراره عندك، هندخله لمده 10 دقائق ونرجع لكم بعد الفرن ان شاء الله. من الفرن بعد ما خد حوالي من ربع ساعه، زي ما انتم شايفين شكله كده بسم الله ما شاء الله هش جدا وقطن زي ما انتم شايفين اهو. لسه طالع طبعا سخن ومولع من الفرن زي ما حضراتكم شايفينه اهو. طالع عامل ازاي؟ طلع بالظبط ايش 3 دقائق. حاجه بسم الله ما شاء الله الصوت. حاجه بسم الله ما شاء الله يعني. من عجينه البيتزا يا جماعه، عجينه البيتزا قسمناها، عملنا منها الشريك وعملنا منها البيتزا عشان تعرفوا ان احنا يعني عجينه المعجنات يتعمل منها شغل كتير قوي. هنبدا برضه نوريكم واحده كده ان شاء الله. شايفين القضيه بتاعتها عامله ازاي مستويه اهو. طبعا لسه سخنه نار يا جماعه، عايزين بس نوريكم جوه اهو. بصوا شايفين شكلها عامل ازاي اهي. شايفين الشريك بتاعنا عامل ازاي يا جماعه، هاش اهو، فاضي من جوه زي ما حضراتكم شايفين اهو اهو. حاجه يعني بسم الله ما شاء الله ولا اروع من كده. ده كده الشريك بتاعنا يا جماعه. اذا عجبكم الفيديو ما تنسوش من اللايك والشير الجميل بتاعكم. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله.